نهاية حكم قراقوش. ده كان خبر الزمان سنة 1201 في عصر الوزير بهاء الدين قراقوش. الحقيقة إن بهاء الدين قراقوش ده كان واحد من أقرب الشخصيات لسلطان صلاح الدين الأيوبي، وكان دراعه اليمين لدرجة إن هو كان بيشرف على أكبر المشروعات المنسوبة دلوقتي لصلاح الدين، منها بناء قلعة الجبل اللي معروفة دلوقتي بقلعة صلاح الدين. كمان كان بيشرف على سور القاهرة الجديد اللي كان بيبنيه صلاح الدين عشان يضم القاهرة الفاطمية لمدينة مصر. كمان منسوب ليه إن هو بنى قناطر الأهرام اللي كانت موجودة على فرع من فروع النيل في الجيزة، وليه أوقاف كتير قوي موجودة في مصر، أشهرها دلوقتي هو سبيل قراقوش اللي موجود عند باب الفتوح. ولكن بيجي كاتب اسمه الأسعد ابن مماتي وبيألف كتاب اسمه الفاشوش في حكم قراقوش، اللي كان عبارة عن قصص ونوادر للوزير قراقوش، جمعها كلها في كتاب وبعتها لصلاح الدين كنوع من أنواع الشكوى، عشان صلاح الدين يعرف الهوايل اللي كان بيعملها قراقوش في عامة الناس. لما بنيجي نشوف الحكايات اللي قالها ابن مماتي في كتابه بنلاقيها حكايات أقرب للنوادر منها للحقيقة. فقصة من القصص اللي بيحكيها ابن مماتي، في مرة من المرات ست حجازية سمرة بتروح للوزير قراقوش عشان تشتكيله من جاريتها التركية اللي كانت بتسيء الأدب ليها، والجارية التركية دي كانت بيضة حبتين. فقراقوش بص لهم كده هما الاتنين وقال لهم يعني الست هي اللي تبقى سمرة وجاريتها هي اللي بيضة؟ ما أنا يا إما مغفل يا إما أحمق. وبيؤمر قراقوش جنوده إن هو يحبس الست الحجازية السمرة مكان الجارية التركية، وبتقعد فعلا في السجن لدرجة إن هي بتبعت ناس يتوسلوا للوزير قراقوش عشان يفرج عنها، وبتتعهد إن هي هتعتق الجارية التركية في مقابل الإفراج عنها. فالوزير قراقوش بيرد عليها ويقول لها إن هي اللي لازم تيجي تعتقك لأن هي ستك، وفعلا ما بتطلعش من السجن غير لما بتيجي الجارية التركية البيضة تعتق ستها. حكاية تانية بيحكيها لنا ابن مماتي عن قراقوش، إنه مرة كان داخل سباق خيل مع واحد تاني، والتاني ده بيسبقه في السباق، فبيؤمر قراقوش السايس بتاعه انه ما ياكلش الحصان لمده 3 ايام عقابا ليه ان هو خسره السباق. طبعا السايس بيتوسل لقراقوش ان هو يعفو عن الحصان لانه كده هيموت لو ما اكلش لمده 3 ايام، فبيصعب عليه الحصان وبيقول له احلف لي ان انت لما تاكل الحصان مش هتقول له ان انا امرتك ان انت تاكله، على اساس ان الحصان فاهم ان قراقوش هو اللي بياكله ولا السايس. واحده برضو من النوادر الغريبه جدا اللي اتقالت عليه ان هو كان عنده صقر بيحبه جدا، وفي مرة الصقر ده هرب، فأمر المدينة كلها إن هي تقفل الشبابيك والأبواب عشان الصقر ما يلاقيش أي بيت يدخله ويضطر يرجع تاني لبيت قراقوش. فمرة دخل 2 على قراقوش عشان يحكم ما بينهم إن في واحد عض ودان التاني، فقراقوش بيسأل الراجل اللي عض ودانه انت ليه بتعض ودانه؟ فقال له انا ما عضتش ودانه ولا حاجه، الراجل هو اللي عض ودانه بنفسه. فقراقوش فضل يحاول يعض ودانه لحد ما وقع من على الكرسي وايده اتكسرت، فقام قال له لا انت اللي عضيته وانت كمان اللي كسرت ايدي، وقام امر جنوده بحبسه. وفي يوم من الايام جت الشرطه ودخلت على قراقوش ومعاها حداد متهم بقضيه قتل، فأمر قراقوش بإعدام الحداد شنقا. فجت الحاشية بتاعة قراقوش بتقول له يا معالي الوزير الحداد ده هو الحداد بتاع الاسطبلات بتاعتك اللي بيعمل لك حدوة الحصان. فرجع كده لورا قراقوش وقعد يفكر وبص على باب القصر لقى قفاص قاعد بيشتغل، قام أمر بالقبض على القفاص ده مكان الحداد وإعدامه، وقال لهم سيبولي الحداد ده عشان بيعمل حدوات حصان جميلة جدا. واحدة من النوادر الغريبة جدا ان كان في واحد مديون لواحد بفلوس وبيماطل وما بيسددش في الديون، فالاتنين بيروحوا للوزير قراقوش عشان يحكم ما بينهم. فالوزير قراقوش بيسأل الراجل اللي متدين بيقول له انت ليه ما بتسددش الدين اللي عليك؟ فبيجاوب الراجل اجابه غريبه جدا، بيقول له ان انا كل ما يبقى معايا فلوس اروح ادور على الراجل صاحب الدين ما بلاقيهوش، وبعدها بفتره يظهر لي فجاه وانا ما بيبقاش معايا فلوس. فبيؤمر قراقوش حراسه ان هم يحبسوا الراجل صاحب الدين في السجن عشان الراجل المديون لما يبقى معاه فلوس يعرف مكان الراجل صاحب الدين ويجيله على طول يسدد الدين بتاعه. الحقيقه ان كل النوادر والحكايات دي كانت محطوطه في الكتاب اللي ألفه ابن مماتي، وكتير من المؤرخين بيقولوا ان الكتاب ده
في مغالطات كتيرة جدا وافتراء كبير جدا على وزير بقدر الوزير قراقوش اللي كان دراع صلاح الدين اليمين، وإن مستحيل واحد بالسلوك ده يفضل الفترة دي كلها مع سلطان كبير زي السلطان صلاح الدين الأيوبي، وكمان بيفضل وزير في عصر ابنه العزيز عثمان، وكمان بيبقى وصي على ابنه التاني المنصور محمد. فبيبرروا الكتاب بتاع الفاشوش في حكم قراقوش ان هو كان كتاب كيدي لانه عزله من منصب مهم جدا ايام صلاح الدين الايوبي.